شايفه ان دي قضيه مهمه جدا. فوجئت بعد كده لما ابتديت ادخل احضر مؤتمرات بارقام الناس اللي بتموت 170 الف في السنه. فدي حاجه مهمه جدا، قضيه مهمه جدا، وانا بحب اعمل يعني اشارك في الحاجات اللي فيها خدمه عامه وخدمه للمجتمع. فحاجه مهمه قوي قوي الحقيقه. طب هو احنا النهارده كنا بنناقش بقى التدخين في الدراما المصريه، الدراما المصريه بتاعتنا مليانه بقى بالتدخين والسجاير والشيشه وكل ده. لما نطلع نجم او نجمه طالعه شكلها زي القمر وماسكه شيشه وشكل الشيشه في ايديها كده مغري وحلو، طبعا لازم ناس كتير جدا تقلدها. ده لو ما بتشربش هتروح عشان تقلد وتشوف ايه الحكايات دي. فلا، الناس دي عليها واجب زي ما انها يعني من غير ما تقصد، يعني مش شرط هم مش قاصدين طبعا، لكن من غير ما يقصدوا ساعدوا انتشار الظاهره دي. انا شايفه ان عليهم واجب ان هم يساعدوا في الحد منها. لو شلنا مشاهد التدخين من المسلسلات ومن الافلام، شايفه انها هتاثر؟ بصي، في بعض المشاهد ليها ضروره دراميه. لو انا بعمل مشهد عشان ابين ان الشخص ده شخص سلبي وكل تصرفاته وكل حركاته او كل حاجه بيعملها حاجه سلبيه وحاجه مش مظبوطه عشان ابين العكس، اوكي، بس برضه نقدر نقننها. لكن في مشاهد كتير جدا ملهاش معنى. فجاه تلاقي البطل بعد حاله انفعال يطلع سيجاره، اي مشكله يقول لك تستنى بقى لما اولع سيجاره عشان امخمخ. يعني بقت مرتبطه بالناس اولع سيجاره عشان كوبايه الشاي والسيجاره، لا اصل انا مش عارف ما اشربش فنجان القهوه الا بالسيجاره. كل دي عادات وبقت حاجات مرسخه عندنا ملهاش اي معنى، وفي مشاهد وفي افلام. اما انا اشوف شكل النجم بيشرب سيجاره كده يبقى اذا هو مفكر. بطل بعد ما عمل مش عارف ايه بيشرب سجاير ويطلع السيجاره عملت ازاي، اذا هو راجل سوبرمان. كل ده سلبي وممكن يتشال، مش هيحصل اي حاجه في الدراما لو اتشال. طيب هل اتعرض عليكي دور قبل كده تشربي فيه سجاير ورفضتي؟ يعني كان في موقف ما، فلقيت المفروض انها شخصيه طالعه مضطربه وبتاع، فقال لي سيجاره. قلت له لا انا ما بدخنش. ايوه بس الشخصيه بتدخن. قلت له لا مش شرط ان الشخصيه تدخن، مش شرط ان انا اعمل مشهد. اعترضتي فعلا؟ اعترضت. وما تصورش قعدنا نتناقش، ويعني عشان المخرج يخلص مني لان انا قعدت زهقته يعني في النقاش. قال لي طب خلاص اوكي. قلت له ما انا بني ادم عاديه وبقلق برضه وبتعصب برضه، يعني لما بقلق بتعصب ما بولعش سيجاره. شايفه انها مسج وان انا لازم ما انشرهاش؟ شايفه انها مسؤوليه؟ انا شخصيا شايفه طبعا انها مسؤوليه، وان احنا لازم نشارك فيها، ولازم الواحد يبقى كونشس بكل تصرف بيعمله. طب انا يسعدني النهارده بقى ان انا عرفت ان حضرتك هتنضمي معانا في جمعيه حابه للتدخين، هتشاركينا الايفنتات وهتشاركينا الرساله بتاعتنا. شايفه انها حضرتك ايه الحاجه الداعي اللي قلتي انها لا انا هبقى معاهم، هاجي واشاركهم وهوصل الرساله؟ اولا ان انا غير مدخنه ومؤمنه تماما بان الحياه بلا تدخين حياه افضل، ومؤمنه تماما بان التلوث والبيئه الغير مناسبه دي بيئه غير صحيه لينا احنا ككبار، والاهم من ده كله لاولادنا والجيل اللي احنا نتمنى ان هم يعني يطلعوا جيل كويس. بتاثر على دماغهم وعلى حاجات كتير قوي. بما اني انا عندي طفله صغيره اتمنى انها ما تدخنش، واتمنى انها تعيش في بيئه صحيه لطيفه. فيعني يشرفني ان انا اشارك في حاجه للمجتمع اللي انا عشت فيه وتربيت فيه. ان شاء الله. واحنا يشرفنا ان حضرتك تشاركينا كلمه حق ونقول للتدخين لا. يا ريت نقول للتدخين لا، الف لا. ميرسي جدا لحضرتك النهارده، وان شاء الله يعني هنقابل حضرتك تاني في الايفنتات الجايه باذن الله. معانا دايما فنانه لقاء سويدان. ميرسي لحضرتك جدا.